عمرك حسيت بعرض غريب وقلت عادي هتروح مع الوقت؟ امساك مطول حبتين تلاتة، شد في دراعك، حموضة مش راضية تروح. كلنا بنعدي الحاجات دي، بس ساعات بتكون رسالة استغاثة من جسمك. النهاردة هحكي لك عن 5 أجراس إنذار جسمك بينبهك ليهم قبل الكارثة، عشان تلحق نفسك قبل ما يكون فات الأوان. كان في راجل اسمه عم سيد، رجع من الشغل حس إن شفايفه ميلت شوية. ضحك وخدها بهزار وقال ايه، يمكن انا كنت نايم على جنبي امبارح. شوية وايده الشمال تقلت، وبعد شوية بقى متلخبط في الكلام. مراته قالت له ما تخش تريح لك شوية، لكن ساعتها جسمه كان بيبعت له جرس انذار يمكن يلحقه. طبعا عم سيد هنا كان داخل على جلطة، وعشان نلحق عم سيد يبقى لازم نركز في الأعراض. جمعت لكم الأعراض في كلمتين اسمهم بي فاست. بي يعني بالانس، يعني لو جاتلك دوخة مفاجأة وفقدت توازنك. ايه يعني اي؟ يعني لو الرؤية اتلخبطت فجأة. اف يعني فيس، يعني اي تغير او ميل في الوجه. ايه بقى؟ ارم، لو ايدك تقيلة ومش قادر ترفعها. اس بقى يعني سبيتش، يعني كلامك متلخبط او اصلا مش قادر تتكلم. ايه بقى اللي هو التايم، كل دقيقة بتفرق. يعني لو عرفت الاعراض ولحقت الشخص في خلال ال6 ساعات الاولى، نسبة الشفاء بتعدي ال90%. تاني جرس، أم محمد كان عندها حموضة بقالها كتير عايشة معاها ومتعايشة، بس المرة دي الوجع طلع لفوق على كتفها الشمال. قالك يمكن أكلت حاجة حامية الصبح، بس ده كان جرس إنذار إن في فرق بين الحموضة والذبحة. الحموضة بتزيد بعد الأكل وبتقل مع مضادات الحموضة، لكن الذبحة وجع ضاغط مع المجهود، بتطلع للكتف أو للدراع. نصيحة هنا، لو الوجع ماشي مع النفس ومش بيستجيب للعلاج ما تستناش. تالت انذار، في واحدة قعدت عندها امساك 6 شهور، تاخد ملاينات، شوية تتحسن وشوية يرجع لها الامساك تاني. والمصيبة بقى اللي انا عرفته ان هي كانت بتاخد شاي الرجيم. انا في الفيديو ده بحذر تحذير شديد من شاي الرجيم. هي كانت بتطنش وبتقول يمكن الامساك بيجيلي من قلة الحركة ومن الاكل. طب امتى نقلق من الامساك؟ لما يكون اكتر من شهرين، او في نزول في الوزن غير مبرر، او في دم او مخاط في البراز، يبقى لازم نكشف. رابع جرس، كان في واحد عنده تليف بسيط في الكبد، فجأة كده صدع شوية، اخد مسكن عادي بالنسبة له وعملش اي حاجة، عينيه اصفرت وبطنه ورمت. ليه؟ لانه اخد دواء بطنه مش هتستحمله. طب ايه الادوية الامنة لمريض الكبد؟ الهبامول، او تستشير الطبيب. ما تاخدش اي مسكن لو حضرتك عندك اي مشكلة في الكبد. خامس جرس بقى، وده مشهور عندنا كلنا في كل البيوت المصرية. عم حسن عنده سكر بقاله 10 سنين، عمره ما فكر يكشف، ماشي كده على الله ان شاء الله، لحد ما فجأة عينه بقى شايف ضباب. لو كان كشف او عمل فحص كل 6 شهور كان وفر على نفسه العملية. لو عندك سكر يبقى لازم كل 6 شهور تعمل فحص لقاع العين، القلب، ووظائف الكلى. ال5 أجراس دول مش عشان يخوفوك، لكن عشان لما جسمك يناديك المرة الجاية ما تطنش. مش مطلوب منك انك تبقى دكتور، لكن مطلوب منك انك تنتبه لجسمك. ولو أول مرة تشوفني، فأنا دكتورة داليا يوسف، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. احكيلي في التعليقات ايه العرض اللي جسمك ناداك بيه وطنشته، لأنه ممكن يكون موضوع حلقتنا الجاية.